الشيخ أحمد الخبيث طلع بيان امبارح لنصرة غزة ونداء للأمة إن هم ينصروا غزة ويهبوا لنصرة غزة. بيان طويل عريض رهيب مليء بالمشاعر الجياشة والدين وكده وشحذ الهمم. البيان راح فين؟ راح في تيز السيسي اداله تليفون او خلى اي عيل ضابط عسكري سيكا عنده او ضابط يديله تليفون. البيان طبعا اتمسح، البيان اختفى من كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي موجود اللي الازهر فيها حسابات. ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان شيخ الازهر ده عم على رمه، راجل معرس لا يقل تعريسا عن اسامه الازهري ومفتي الديار الشرموطيه مصر سابقا اللي واحد نايكو في عينه الشمال. فالنهارده يا جماعه انتوا بتتكلموا على دوله رجالات الدين بتاعتها كلها رجاله معرسه، ده لو كانوا رجاله اصلا، كلهم عمم على رمم وكلهم وشوش كالحه بنت وسخه كده. يعني الشيخ الازهر ده بلغ من العمر اوسخه، احقره، انتنه. انا ما اتمناش ان انا اعيش للسن ده. خلاص، واحد بلغ من العمر يمكن 77 78 سنة ولسه بيعرس. لسه فيك حيل تعرس يا شيخ احمد؟ لسه فيك حيل تعرس على عقيدتك وعلى دينك يا معمم يا معرس؟ لسه فيك حيل؟ فرقت ايه انت عن نظير مشكاح نظير ده ولا زنبور نظير ده اللي واحد غزه في عينه؟ فرقت عنه ايه؟ فرقت ايه عن اسامه الازهري؟ كلكم معرصين، بالعكس انت اوسخهم. انت اوسخهم، انت حاضر مشهد الانقلاب من اوله، صدقت على كل حاجه، استخبيت شويه بعد رابعه قال يعني زعلان مقموس مقموس، وبعدين رجعت وكملت بوشك الاصفر السحنه الخرا دي، وكملت عادي على دماء واشلاء المصريين. ليه؟ عشان يتعمل لك موكب، فاهم؟ وعلشان فلوسه مخصصات ومعاش واللي وحراسات والذي منه. ما هو الكرسي اصله له اغراءات يا شيخ احمد، يا شيخ احمد يا ابو دلدوله، صح كده يا اخويا؟ وبعدين يقول لك ايه؟ اصل ده رمز من رموز الاسلام. انت لو رمز من رموز الاسلام فده يبقى عار ما بعده عار. الحقيقه انت لا تمثل الاسلام، لا تمثل اي حد الا المكفين المتنين المعرصين المتشرمطين زيك يا شيخ احمد، اللي ماسكين في تلابيب الدنيا يا عيني ومش عارفين ان كلنا هننزل في متر في متر. خفت من السيسي ومش خايف من ربنا؟ مش خايف من لقاء الله الوحيد اللي هيقدر يفتح لك بابين؟ باب جهنم ان شاء الله باذن الله خالد مخلد فيها، او باب الجنه بعد الشر عليك ان شاء الله باذن الله ما تدخل ولا تهوب ناحيتها اصلا الجنه ولا تشم نسيمها يا